شو هذا الجمال؟ بصولي على الكفتة وجمال الكفتة. ايه ده ايه ده ده ايه ده ايه ده ده شايفين طرية ازاي، طرية ازاي وحلوة ازاي، مع شوية الطحينة القمر بقى. بسم الله وودي. وما تنسونيش في الشير واللايك والفولو. هنعمل النهارده شويه كفته ومكرونه، بس مش هتدوقوا في طعمتهم. اول حاجه هنعمل الكفته. عندي نص كيلو لحمه مفرومه، هنزل بيه كده. هنزل عليهم زي ما احنا متفقين نص الكيلو لحمه مفرومه. ايه نص الكيلو اللحمه المفرومه عليه بصلتين وسط. عندي بصلتين وسط مفرومين ناعم قوي قوي قوي، يعني فتافيت صغننه خالص. هجيب المصفى الحلوه بتاعتي، احطها هنا كده واحط ده كده، وهنزل بالبصل علشان اصفي الميه بتاعته واخد التفل بس. عايزه اقولك ان اللي بيدوق الكفته بالطريقه دي بيقول لي انت جايباها منين، مش انت عاملاها ازاي. يعني احنا معديين الليفل اصلا. خلصنا. شوفوا كميه الميه اللي نازله منها قد ايه. هركنها على جنب كده. تعالي انت يا سناء. نحط عليها شويه رشه فلفل اسود عسل كده زيكم، رشه ملح حلوه، معلقه كبيره من بهارات الكفته هنزل بيها كده، واعجني عجني عجني. هنفضل نعجنها لحد ما يبان لنا احنا اصحاب، عشان ايه ما تفكش مننا على النار، عشان دي غداره بتلاقيها اتعجنت واتلمت، واول لما تحطيها على النار تقوم فكه كده من نفسها. احنا ما بنحبش الافتكاسات. كفته الحاتي يعني بصل وفلفل وملح. افتكاسات بقى وتقولي لي بيض وبقسماط ونشا لا. خلاص الكفته بتاعتي اتلمت اهي وبقت قمر. هحطها في التلاجة بقى ربع ساعه عشان تمسك نفسها. هجيب ميه البصل بتاعتي اللي انا صفيتها، احط عليها معلقه كبيره صلصه. دي صلصه متجمده مكعبات انا مجمداها. هحط عليها رشه فلفل اسود ورشه ملح صغننه، وهقلب كل الخليط ده في بعضه. قلبت بقى الخليط بتاعي خلاص، هركنه على جنب لحد ما الكفته تطلع، علشان هصبع الكفته بتاعتي بالخليط ده. عبال لما الكفته تتعمل بقى نعمل المكرونه. انا بعمل المكرونه الاسباجيتي بطريقه مختلفه جدا. انا ما بعملهاش بطماطم ولا معصوره ولا مضروبه في الخلاط ولا في الكب. انا بعملها بطماطم متقطعه كده. بجيب الطماطمايه واقطعها كاني بقطع سلطه بالظبط، واقطعها كلها كده واقوم رايحه نازله بيها في الحله. هنزل بشويه ميه عشان اسلق المكرونه. هنزل بالمكرونه. تعالوا بقى نعمل الصلصه. شويه زيت محترمين عشان المكرونه بتاعتي تبقى مفلفله وقمر. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالطماطم اللي انا مقطعاها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالبهارات بتاعتي، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، ومعلقه صغيره بابريكا، ورشه فلفل اسود. هنزل بمكعب مرقه اختياري، عايزين تشيلوه وتحطوا مرقه باودر عادي، عايزين تشيلوه خالص براحتكم. هنزل بمعلقه كبيره من الصلصه وقلبي قلبي قلبي، ورشه السكر اللي ما اقدرش استغنى عنها في اي حاجه فيها طماطم، ورشه الملح، وبكبكي براحتك يا حبيبتي، واسيبها بقى لحد ما نشوف احنا هنعمل ايه. هعمل ايه بقى؟ هجيب الهراسه وههرس الطماطم بتاعتي القطع كده، علشان ايه تعمل لي صلصه قمر كده. هسيبها بقى تتسبك براحتها خالص على نار هاديه. الصلصه بتاعتي خلاص اتسبكت. هنزل عليها بقى بالمكرونه. المكرونه بتاعتي خلاص خلصت وبقت قمر اهي. هسيبها بس 5 دقايق لحد ما تتشمع وكله ياخد من كله كده. الشبكه بتاعتي هحطها هنا كده، ولو ما عندكوش الشبكه دي هتحطوها على الشبكه اللي في الفرن وتحطوا تحتها صينيه، عشان اي حاجه هتنزل الدهون اللي هتسيح تنزل في الصينيه، ما تنزلش في الفرن. المفروض والله اعلم ان انا عندي اسياخ، بس انا مش لاقيها دلوقتي. فهنعمل ايه؟ الجيش بيقولك اتصرف. فانا هصبع على الشوكه. هحط ايدي هنا كده في ميه البصل والطماطم الصلصه،
وهحط ايدي هنا كده، اخد حته. ويا ريت صبع الكفته بتاعي ما يكونش رفيع، يكون يعني ملفوف كده ويكون حلو، مالي مركزه من الاخر، علشان لما يستوي هو هيكش لوحده. فلما يكش ما يبقاش ناشف كده، يبقى حلو وفيه دهون كده، فيبقى فيه جوسز اللي هي العصاره بتاعته دي تنزل من حواليه. هنعمل ايه بقى؟ هل احنا كده خلصنا؟ لا طبعا، هجيب برضو من الصوص ده وادهن كده عشان تبقى ايه متغرقه منه. طيب التسويه بتاعتي انا بسويها بشغل الفرن من تحت ومن فوق. طيب احنا الفرن بتاعنا ما بيشتغلش غير من تحت بس، ما بيشتغلش من فوق ومن تحت مع بعض. لو الفرن بتاعكم ما بيشتغلش غير من تحت بس، هتحطوها تحت الاول لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدين هتطلعوها على الشوايه تاخد لون من فوق. لو الفرن بتاعكم بيشتغل من تحت ومن فوق سوا، هتحطوها على الرف اللي في النص وتشغلوا من فوق ومن تحت الاتنين مع بعض، وبعدين هتلاقوها احمرت من فوق تقوموا مقلبينها تحمر من تحت وتقوموا مطلعينها على طول. بتقعد ربع ساعه في الفرن، يعني اكله سريعه وطعمها قمر. هحط شويه ميه في الصينيه كده علشان تستوي على البخار. فرن